أهلا بكم في حلقة جديدة من الاضطراب في الكبسولة. وطبعا زي ما عودناكم بعد كل اضطراب قصة جديدة. قصتنا النهاردة مع دعاء عندها 24 سنة، بنت جميلة وطيبة، بس اللي يعرفها كويس يعرف قد ايه حياتها زي المراجيح. مرة تلاقيها مبسوطة وطريقة مجنونة جدا وبتحب حياة وبتخطط لأحلامها، وفجأة في ثانية من غير سبب واضح تلاقيها وقعت في قاع الدنيا، وزعل وعياط ووجع، وكأنها فقدت كل حاجة حتى لو هي أصلا محصلهاش أي حاجة. علاقتها بكل اللي حواليها كانت متعبة جدا. أول لما ترتبط بحد بتحبه بجنون، بتحسه أهم من الدنيا كلها، وتاني يوم بتكرهه فجأة، تحس إن هو خذلها أو إن هو مش بيحبها كفاية. مفيش وسط، يا أبيض يا أسود، ما عندهاش رمادي. أصحابها كان بيقولوا عليها انت دراما قوي، وأهلها ساعات كان بيقولوا لها كفاية دلع، بس محدش كان فاهم إن جواها حرب حرفيا. دعاء كانت بتتألم أكتر من أي حد حواليه، بس مش قادرة تتحكم في مشاعرها، وفي لحظات الحزن كانت بتفكر تأذي نفسها، مش لأنها عايزة تموت، بس عشان الألم جواها أكبر من إنها تتحمله. وفي يوم لما الموضوع خرج عن السيطرة راحت لطبيب نفسي. بعد جلسات طويلة قال لها انت بتعاني من اضطراب الشخصية الحدية. دعاء يعني أنا مجنونة؟ الدكتور قال لها لا طبعا انت مش مجنون، انت مشاعرك قوية جدا وحساسة أكتر من الناس العادية، بتحسي كل حاجة 10 أضعاف غيرك. فرحتك بتبقى جبارة، وزعلتك أو زعلك بيكون مدمر. وعرفها إن الشخصيات الحدية بيعانوا من خوف رهيب من الهجر أو إن حد يسيبهم، حتى لو مفيش تهديد حقيقي بده. وعندهم تقلبات مزاجية سريعة، وصورة نفسهم ساعات أو طريقتهم مع نفسهم ساعات بتتلخبط قدامهم. طب العلاج كان طويل وصعب، بس مفيش مستحيل. جلسات بقى علاج نفسي، حاجات إنه عشان تخليها تتحكم في مشاعرها ازاي وتعيد بناء العلاقات بطريقة صحية. دعاء فهمت مع الوقت إن مش إنها كده مش بتتصرف بطريقتها أو إنها بمزاجها، إن ده الموضوع غصب عنها، وإن كل اللي محتاجاه يكون حواليها ناس صبورة ونفسها تصبر على نفسها، يعني إن هي تحاول تعدي الدنيا. دعاء كانت فاكرة إن العلاج هيغير لها بين يوم وليلة، بس الحقيقة كانت أصعب من كده. كانت قاعدة تعيط مش مصدقة إنها مضطرة تحكي اللي جواها في أول جلسة معاها، بس المدربة بتاعها علمتها إزاي توقف، أو إزاي إنها توقف لحظة قبل ما تقف، أو إن هي قبل ما تتصرف تعمل حاجة. مع كل جلسة كانت بتتعلم تتحكم في زعلها بدل ما زعلها يتحكم فيه، وكل ما كانت تقع كانت تقوم تاني. وبعد سنة كاملة من الشغل على نفسها وقفت قدام المراية وبصت لنفسها وقالت أنا مش ضعيفة، أنا إنسانة بتحس بزيادة وبتعلم نفسها تحب إزاي. وكانت دي أول مرة تحس بالسلام الداخلي. وكده يكون خلصنا من قصتنا النهاردة.